ايه يا بابا؟ خلاص يا بابا انا نزلت مكانك النهارده، خد انت بس الدواء وارتاح كويس لو سمحتي. تمام. اقعي من قدام العربيه. عم محمد، عم محمد. لا هو بابايا مش موجود، انا اللي ماسكه مكانه النهارده. يعني انت عم محمد بعتك عشان تسوقي انت العربيه؟ ماشي. ويا ترى بتعرفي تسوقي؟ اه بعرف اسوق، انا بابا كان معلمني كل حاجه. ماشي، امسكي المفتاح. هو حضرتك بتعمل ايه؟ على فكره ممكن امشي عادي يعني. لا خلاص، امسكي. ماشي شكرا. يلا اتفضل. ايه يا حبيبة قلبي؟ ايه يا مصطفى؟ هقابلك النهارده، انت كده كده اجازة. بص انا مع بابا بس عشان بابا تعبان شويه، انا هخلص كده معاه وهقابلك على الساعه 6. بابا تعبان؟ طيب تمام، خلاص اقفلي انت، خلي بالك من نفسك. ماشي يلا سلام. مش وقت كلام في التليفونات، انا عندي ميعاد في الشركه. اتفضلي يلا. حاضر. انا خلاص اهو يعني جاهزه. بابا تعبان؟ فانا كده المفروض ان انا اروح احضر لها مفاجأة واروح اخدها واوديها المستشفى، هتفرح قوي. مين؟ انا. ايه ده؟ عم مصطفى عامل ايه يا انس؟ الحمد لله. بقول لك ايه، نادي دولت بسرعة من جوه عشان انا محضر لها مفاجأة هتعجبها جدا. دولت مش هنا، دولت مشيت من الساعة 9 الصبح. انا لسه مكلمها من التليفون وهي قالت لي مع باباك جوه تعبان باين. لا هي صحيت و مشيت، طلعت؟ وعم محمد كان تعبان فهي راحت مكانه في الشغل. نعم. طب خش انت. هو في حاجة؟ لا مفيش، ولما تيجي اكني ما جيتش خالص. تمام. لا بس طلعت شاطره يا دولت. شكرا يا فندم. ايه ده؟ مش دي دولة خطيبة مصطفى؟ وهي اللي جابها مع المدير؟ هي بتكرطس ولا ايه؟ ده انا لازم اقول مصطفى. مصطفى. اسلام. بقول لك ايه، معلش انا عايز اسالك سؤال بس كده بعيد عن اي حاجه. خير يا ابني، وشك ماله كده؟ انا اول مره اشوفك كده. لا خير ان شاء الله، بس هو انت ليه سبت دولة يعني؟ هو انا اقدر اسيبها يا اسلام؟ انت عارف، تحس ان ربنا نزلنا الدنيا دي عشان نبقى احنا لبعض. يعني انت ما سبتهاش ولا ايه؟ لا ما سبتهاش، بس هي باباها تعبان شويه وهي تقريبا بتوديه المستشفى يعني. طب مصطفى بصراحة كده أنا عايز أقول لك على حاجة، بس أنا مش جاي أخرب عليك ولا حاجة، بس أنا عشان أنت صاحبي فأنا لازم أفهمك. في يا اسلام ما تقول على طول. أنا شغال في الشركة اللي أنت عارفها صح؟ ايوه.